يا صباح النور على البنور، يا صباح الروقان. النهارده يوم المحشي. بقالي كتير ما عملتش اكلات كده تقيله يعني. آه وكان فرعوني الكبير الصغير طلب مني ان انا اعمل له محشي، فطبعا انتوا عارفين أنا ما اقدرش اتاخر يعني. هعمل محشي فلفل وبتنجان بس. وملوخيه. اعمل فراخ دي. تمام. طبعا معايا هنا الفراخ دي افخاد، اللي هي افخاد الدجاج، يعني انا بقسمها كده بالطريقه دي. هرصها كده في الصينيه. هو كان المفروض ان انا اكون متبلاها من قبل كده، او يعني عاملاها الخلطه دي قبل كده، بس انا كنت مستعجله والموضوع كده جه ايه مره واحده يعني. تمام. انا رصيتهم كده في الصينيه بالشكل ده. انتوا عارفين ان انا بقعد كده احضر كل حاجه وابتدي ايه في التنفيذ. ده بصل، فلفل، طماطم. حطيت هنا كمون. وانا قلت لك اي بهارات متوفره عندك حطيها، يعني الموجود. دي بهارات اللي هي السبع بهارات اللي انت بتروح عند العطار يعني تقول انا عايزه بهارات كده، ما فيهاش كلام تاني يعني. ده كزبره. حطيت كمون وكزبره بهارات. دي شطه. الشطه اللي هي البودر. ودي بهارات فراخ. اسمها خلطة شيف ميكس كده. تروحي تقولي له عايزة بهارات فراخ بيديك دي يعني. انا بجيب على يعني حاجة قليلة، لان انا بحطها كلها. لان ديت لما بتقعد بتلاقيها كده، سواء احتفظتي بيها في التلاجة او في المطبخ بتلاقيها كده بقت كتلة واحدة. مش فاهمة هم بيحتفظوا بيها ازاي عندهم الصراحة. فطبعا تحطي على حسب ما انت عايزة منها. عندي فلفل اسود نفس الموضوع، كنت جايبة كده. بجيب الحاجات ديت على قد يا جماعة وتخلص اجيب تاني يعني. حطيت كده فلفل اسود. وحطيت ملح. تمام كده، هتقلبهم كويس اوي مع بعض. هو الاحسن طبعا انت كنت حطيتي الخلطه دي كلها على الفراخ وكنت سبتيها شويه قبل ما تسويها. تمام، يعني كنت دعكتيهم كده في بعض وسبتيهم شويه متبلين كده قبل ما تسويهم. بس هي فعلا كان طعمها حلو قوي، خصوصا الحركه اللي انا عملتها في الاخر ادت طعم وريحه حلوه قوي. تمام كده. طبعا هحط ميه. عشان انا عايزه شوربه، يعني انا عايزه من الفراخ ديت شوربه. ده الطبق اللي كان فيه البهارات والحاجات والخلطه اللي انا كنت عاملاها والبصل والطماطم وكده. جبت فيه ميه علشان كان فيه بهارات كتير قوي كانت ماسكه فيه، طبعا حرام نرميها يعني. حطيت كده الصينيه بتاعتي دي كلها على البوتاجاز. ونزلت طبعا بميه، دي ميه مغليه. حطيت كميه كبيره علشان انا عايزه شوربه علشان المحشي، عشان ما كانش عندي شوربه في التلاجة. وكنت محتاجه شوربه عشان المحشي. هتغلي كده غلوتين مع بعض وهاخد منها الشوربه، وبعدين ايه احطها في الفرن. معانا هنا حله حطيت فيها شويه زيت. ونزلت كده ببصلايه. البصلايه طبعا قطعها براحتك، انت بشريها اضربها في الكبه قطعيها كده صغير اللي يعجبك. انا حطيت بصلايه واحده بس، بصلايه كبيره يعني. حمرتها كويس عشان انا عايزه التخديعه بتاعتي او التقليه بتاعه المحشي تكون حمراء. فلما بتحمريها كويس بتديك اللون الاحمر. لما بتحمري البصلايه كويس، انا مش عايزاها تتحرق، انا عايزاها بس تحمر. سيبيها بقى تتسبك كويس مع بعض. حطيت هنا ماجي، حطيت 2 ماجي. حطيت كزبره. نفس الموضوع بهارات فلفل اسود كمون، البهارات اللي استخدمتها كلها يعني. تمام. وبرده ده اختياري يعني. يعني حط اللي انت عايزاه. حطيت كمان شطه. وحطيت ملح. الملح ده بقولك حطي كل حاجه بالعلبه وبالكيس واللي انت عايزاه، بس الملح بالذات ما تهزريش معايا يعني، حطي بالمعلقه كده وركزي.
بصوا الفراخ بتاعتي بتغلي اهي. عايزه اقول لكم كميه البهارات اللي انا حطيتها والحاجات ريحتها حلوه جدا يعني. وانا هنا غسلت الرز، هنزل بقى على خلطه المحشي بتاعتي. طبعا ما تقلقيش، انت شايفه ان الخلطه فيها سوائل، نسبه سوائل كتير قوي، انت سيبيها بس دقيقه واحده على البوتاجاز هتبص تلاقيها اتشربت يعني. فما تقلقيش من الخطوه دي. شايفه ما كملناش الدقيقه. طبعا العين اللي ورا دي كنت حطيت لسان العصفور، لان انا عيال الصيف شتا بيحبوا الشوربه قوي، فهعمل لهم كده حبه لسان عصفور. ودي خضره المحشي بتاعتي، انا جايبه شبت بقدونس وكزبره، واحده من كل حاجه. غسلتها وقطعتها كويس، وبعد ما طفيت البوتاجاز عشان ما تتبلش معاكي قوي يعني. وده توم، ده يعني نص معلقه كده توم ني يا جماعه بتحطيها عليه، ولو كان عندك نعناع كمان يعني بتبقى حاجه كده خطيره بجد يعني. قلبيهم كويس قوي مع بعض. ما تقلقيش من التوم ده، ان هو انت بتحطيه وهو ني كده، بالعكس بيدي طعم وريحه حلوه قوي. ما تقلقيش منه خالص، ما تنسيش ان الاكل كمان لسه هيستوي تاني يعني. طبعا لسان العصفور بتاعي اتحمر اهو. وانا هصفي، جايبه الحله دي عشان اصفي فيها الشوربه. لازم تصفيها، ما ينفعش تحطيها كده خالص، عشان البهارات والحاجات، البصل والطماطم والفلفل اللي احنا حاطينها انا هاخد منهم شوربه، وهو كان اصلا المفروض ازودهم ميه، وفعلا زودتهم يعني عشان هما كانوا حبه قليلين. بدل ما تحطي الحاجه شوربه خالص وبعدين حاجه تاني ميه، لا زودي عندك الشوربه ميه وحطي كده واحده ماجي، هتظبطي الدنيا. هبتدي بقى ان انا احشي. جبت كده خلطه المحشي او الرز ده في طبق كده، عشان كانت الحله سخنه قوي. وعايزه اسند الحله كده علشان بيبقى اسهل في ان انت ترصي يعني، بدل ما تحطيه في حاجه وترجعي ترصيه في الحله والكلام ده كله، لا كده اسهل كتير قوي. طبعا عايزه اقولك الرز سخن قوي، بس مش هستنى لما يبرد. كده على طول في السريع، وما تمليش الفلفل والبدنجان، ما تملهوش للاخر. خلي فيه حبه كده علشان الرز بيزيد، عشان ما يطلعش برضو من الحله، بيبقى شكله مش حلو كده، هو الحله بص تلاقيها مليانه رز كده من تحت، بيبقى مش حلو خالص. بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم يا جماعه الاكله دي لما بعملها بتكفيني يومين، فعشان كده انا بحبها قوي يعني. في معظم الاكلات كده لما بتعمليها بتبقي ضميرك مستريح وانتي بتعمليها، لان بتمسكي بدل يوم اتنين يعني. مع اني انا كنت عامله كميه مش كبيره قوي، بس جم حلتين كويسين هتشوفيهم في الاخر. طبعا البدنجان طالما انتي قورتيه وحشتيه لازم تسويه، ما ينفعش ان انتي تسيبيه كده لبكره، عكس الكرنب وورق العنب يعني. فسويه وهتشيليه مستوي عادي، مش هيحصل له اي حاجه. بالعكس، والمحشي بالذات كل ما بيبات كل ما بيبقى احلى يعني. بس مش اللي هو يبات اسبوع قصدي. هتقوليش ان هو بات كتير فيبقى احلى اكتر، لا يعني تاني يوم.
كده انا حشيت الحله، خلصت اول حله بالشكل ده، هكملها كمان الحبه اللي باقيين دول. تمام. واحطها كده على البوتاجاز. وانا هنا زودت الشوربه وحطيت لها ماجي وظبطت الملح بتاعها. اظبطي كده دنيتك كده وربنا معاكي يعني. كده تعملي منها ملوخيه، تعملي منها المحشي، تعملي منها كل حاجه. عايزه اقولك المحشي الكرنب والفلفل والباذنجان والكوسه، المحشي عامه ما تحطلوش شوربه كتيره، ما تحطلوش سوائل كتير قوي، لان هو بينزل السوائل بتاعته. طبعا هنا الانسه روجي بتخرط لي الملوخيه، لان هي ساعدتني كتير الصراحه، قورت لي المحشي وعملت لي الملوخيه، خرطتها لي وكده يعني. شايفين؟ كده كانت الفراخ بتاعتي استوت وحطيتها في الفرن وخدت لون وتمام التمام، كملت سواها اصلا في الفرن. وهنا هو هعمل ملوخيه. طبعا هي كانت ضحكانه عليا ومش مخرطه لي الملوخيه كويس، بس يلا مش مشكله بقى. وده المحشي اللي اتبقى، يعني اللي اتبقى لتاني يوم، دي الحله بتاعه تاني يوم. والحله انا عملتها برضو، يعني اكلنا منها واتبقى منها، بس ده اللي هي الحله اللي سبتها كده بقفلتها بعد ما سويتها طبعا لتاني يوم. هنا انا هعمل التومه بتاعه الطشه بتاعه الملوخيه. برضو حطيت نص كده او سنه توم كده في الملوخيه نيه، برضو كده بتدي طعم وريحه حلو قوي. والطريقه دي كنت خدتها من عمتي الله يرحمها، كانت دايما تعمل الحركه دي في المحشي او الملوخيه بصراحه. حطيت هنا كزبره. الكزبره ممكن تحطيها يعني في الملوخيه نفسها، ممكن تحطيها مع الثوم كده. وانا بفضل مع الثوم، بحس ان ريحتها بتطلع احسن، يعني ريحتها بتبقى حلوه قوي. ايدك فيها على طول، لان هي بتتلسع بسرعه. التومه بالذات ما بتاخدش اي سوا. عايزه اقول لكم ريحه الثوم مع الكزبره فظيع. والمحشي اهو. الحله التانية كانت استوت، والشوربه كمان خلاص خلصت، طفيت عليها والبوتاجاز اتنيل الحمد لله وتوسخ وبقى طينه. لما تحمري التومه قوي تبص تلاقي الملوخيه مرره معاكي، انا عايزاها بس يدوبك تصفر بالشكل ده. الفحمايه دي هحطها على الفراخ. شايفين الفراخ لونها؟ مش عايزه اقولكوا على طعمها وريحتها. طبعا عندك قشرة بصلاية حطيها، عندك الفويل ده حطيه، وحط عليه الفحماية كده. طبعا هتطفيها بشوية زيت عشان تطلعي ريحة الفحم اللي فيها. حط عليها كده نقطتين زيت وتغطيها. طبعا ده ما كانش مغطي الفراخ كويس بصراحة يعني، بس هي برضه خدت الريحة وخدت الطعم بتاع الفحم وخد كل حاجة. طبعا الموز ده كانت لوجي شايلاه في الفريزر، وقالت هنعمله مع الاكل. هي كان مزاجها رايق اوي النهارده الصراحة يعني. فقالت هنطلعه نعمله ايه، عصير يعني. فهو كده متجمد قوي، يعني هي عماله تعاني معاه وعماله تقشر فيه. بس الحمد لله تم بحمد الله، وعصرنا قشرنا الموز كويس. حطيت لبن. حطينا كوبايه لبن. هي اللي بتعمله بصراحه يعني، بس انا كملت معاها. حطينا كوبايه لبن وحطينا كوبايتين ميه. وحطينا سكر حسب ما انت عايزه طبعا. يا سلام لو تعصري ليمونه كده علشان خاطر الموز ما يسودش معاكي. شايفين الحركه دي؟ لا مش دي. هي دي. شايفين عادي خالص، وبتحصل في احسن العائلات. وهتطلعي نص الليمونه وتعصريه تاني. طبعا كان ممكن تسيبيه، بس الكلام ده لو هتصفي الموز، لكن الموز ما بتصفوش. تمام. طبعا عصرته وهصبه ومش عارف ايه، وكنت فعلا صبيت. قالت لي لا يا ماما لازم تصوري الفوم بتاع العصير الموز. وانا كنت مستعجله الصراحه وتعبانه، واقفه على رجلي من بدري وجعانه وطالع عيني، وهي مصره بقى تعمل حاجات غريبه. شوفوا كمان الحركه دي، انا مرضتش اقصها والله ولا اشيلها، عشان تشوفوا بس اللي انا كنت فيه هو ده.
عادي خالص برضه. وكده الفراخ بتاعتي عايزه اقولك كانت ريحتها فظيعه بجد، كانت ريحتها فظيعه ولونها حلو وطعمها حلو جدا. وده كان الاكل بتاعي، وده الفيديو بتاعي كده خلص. يا رب يعجبكم، متنسونوش في اللايك، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.